الكوجك من الوصفات اللي كلنا بنحبها وكلنا بنعشقها، كبار وصغيرين مفيش حد بيختلف عليها. هنعملها النهاردة مع بعض في البيت بطريقة سهلة ومكونات سهلة وموجودة عندنا في كل بيت. طبعا لو انت كمان حابة تعملي الموضوع ده كمشروع بالنسبة لك يزود من دخلك، ممكن تعمليه وتبيعي اونلاين، هيدخل ليكي ربح عالي جدا ويعتبر من المشاريع المربحة جدا جدا. الكوجك او زي ما بنسميه الايس كريم الشتوي، وفي ناس كمان بتسميه رأس العبد، وان كان ليا تحفظ على الاسم ده، ولكن برضو في ناس بتعرف الوصفة دي على انها بهذا الاسم. النهاردة هنعمله مع بعض في البيت بطريقة بسيطة ومكونات سهلة جدا، وبالنتيجة والطعم بجد احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. شايفين جمال الكوجك؟ شايفين القمر؟ شايفين الجمال قدامنا؟ طيب عملناه ازاي؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عندي بيضتين، بفصل البياض عن الصفار. هشتغل ببياض البيض، والصفار طبعا مش بنرميه، بندخله في اي وصفة تانية. ده بياض البيض طبعا بعد ما فصلناه بنجيب بولة، ولازم البولة تبقى عندك ناشفة تماما ما فيهاش ولا اي نقطة مية. هننزل فيها كده ببياض البيض، وبضيف عليه تلتين كوباية من السكر، يعني نص كوباية من السكر ومعلقتين كبار. كمان عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، وعليهم حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعد كده هبدأ ان انا اخد الخليط، وبجيب حلة على النار واحط فيها حوالي كوبايتين من المية، واحط عليها البولة اللي فيها بياض البيض. مش عايزة المية تلمس القاع بتاع البولة اللي احنا حاطينها على النار. هنا هبدأ ان انا اقلب بايدي، لان انا مش عايزة اقلب باستخدام اي اداة من الادوات الاستانلس او اي مضرب، علشان ما يخليش بياض البيض عندي يعمل فوليوم ويكون لسه السكر عندي ما دابش. فبالتالي افضل طريقة بالنسبة لي ان انا اقلب وادوب السكر بايديا بالشكل اللي احنا شايفينه. المية اللي تحت يا جماعة انا مش عايزاها تغلي، المية بمجرد ان هي تبقى سخنة بس. في الوقت ده وانت بتقلبي هتحسي ان بياض البيض والسكر عندك بدأ ان هو يدفى. انا مش عايزاه يسخن، لان انا برضو لو سخن زيادة عن اللزوم مش عايزة بياض البيض عندي يستوي. كل الفكرة ان انا عايزة ادوب السكر اللي عندي بدون ما يعمل فوليوم، ولا بدون من ان انا اسوي بياض البيض. هفضل اقلب بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا لحد ما احس ان السكر بدأ ان هو يدوب تماما، وتحول معايا الخليط لخليط سائل. وطبعا درجة الحرارة مهمة جدا، ما تخليش الخليط يسخن منك. شايفين طبعا السكر اهو واضح جدا ان هو بدأ عندي يدوب. هكمل كده تقليب لحد ما ادوب كل كمية السكر اللي عندي. بعد ما خلاص السكر داب عنده وتأكدت ان مفيهوش اي تكتلات او اي حبيبات، هبدأ ان انا اخد الخليط ده وبروح بيه على العجان، وبشغل عليه العجان او المضرب. بياخد بالظبط تقريبا من 10 دقايق لحوالي تلت ساعة على حسب قوة العجان او قوة المضرب اللي عندك. في الاول بيبدأ ان هو يهيش، وبعد كده هو بيبدأ الخليط ان هو يبدأ ان هو يجمد ويبقى بالظبط زي الكريم شانتيه الجامد الماسك بالشكل اللي احنا شايفين لما بنرفع بيبقى ماسك كده في المضرب، ما بينزلش معايا نهائي. ولو قلبت البولة بتاعتك برضو ما بيقعش منها. في الوقت ده بتعرفي ان كده المارينج بتاعك خلاص استوى ووصل للمرحلة اللي هو استوى خفقه، ووصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. كده خلاص بنفصل العجان، وهنبدأ ان احنا نعبي الخليط بتاعنا في كيس من اكياس الحلواني، او مش موجود عندك كيس من اكياس الحلواني استخدمي اي كيس تلاجة موجود عندك. هنبدأ ان احنا نعبي الخليط بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. وفي الوقت ده بيكون عندك اي نوع بسكوت، ويفضل ان هو يبقى بسكوت مدور علشان طبعا يديكي نفس الشكل والنتيجة بتاعت بره. بجيب البسكوت، وانا هنا مستخدمة بسكوت ماري، وممكن برضو تستخدمي بسكوت اهلاوي، يعتبر سعره مش غالي اوي وفي نفس الوقت بيديكي كمية مظبوطة. بخرج كل كمية البسكوت اللي عندي، وببدأ ان انا افرشها بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وبعمل فتحة في الكيس اللي انا عبيت فيه المارينج بتاعي. طبعا انا هنا مبطئه لكم التصوير علشان يبقى التصوير واضح معاكي. بتعملي بالشكل اللي احنا شايفينه كده دايرة، يعني دواير. كل ما بتطلعي بتخلي الدايرة بتاعتك اقل علشان تديكي شكل المارينج اللي بره. والطريقة دي يا جماعة اللي انا عاملاها النهاردة، اللي هي لو انت اول مرة تشتغلي، لان احنا طبعا بنشتغل بتكنيك تاني، اللي هو بندي الضغطة كبيرة في الاول، بتنزل كمية مارينج، وبعدين بنبدأ نسحب ايدينا لفوق فبيدينا برضو نفس الشكل. طبعا لو انت اول مرة تشتغلي ومش محترفة، فبالتالي هتعملي الطريقة اللي انت شايفاها قدامك. انا هنا مبطئلك التصوير علشان تشوفي الطريقة اللي احنا بنعمل بيها المارينج بتاعنا. بتعملي على هيئة دوائر، كل ما بتطلعي
بتقللي في اللي هو القطر بتاع الدايرة لحد ما بتوصلي للنتيجة اللي انت شايفاها كده قدام. خلصنا كل الكمية بتاعتنا. دلوقتي هنبدأ ان احنا ندخله الفريزر او ندخله التلاجة لمدة ساعتين 3. في الوقت ده عندي حوالي 250 جرام من الشوكولاتة. بدأت ان انا اسيحها على حمام بخار وضفت عليها حوالي ربع كوباية من الزيت. ما تكتريش في الزيت علشان الشوكولاتة ما تبقاش سايلة وتقع معاكي من على الكوجك اللي انت عاملاه. شايفين قوام الشوكولاتة بعد ما سيحتها وضفت عليها كده الزيت؟ ده طبعا قوامها. ودلوقتي طبعا بتحطي الشوكولاته بتاعتك في حاجه تبقى عميقه بحيث لما تنزلي فيها وحده الكوجك ما تبقاش واصله للقاع بتاع الطبق او البوله ويبدا ان الشكل بتاعها يبوظ. باخد الكوجك بتاعي وابدا ان انا اغطسه في الشوكولاته، ولازم تتاكدي ان الشوكولاته قفلت كويس على البسكوته. بتكرري طبعا نفس الخطوه وبتخرجي الكوجك بتاعك يا اما على شبكه من شبكات التهويه بحيث لو في اي شوكولاته زايده تبدا ان هي تنزل، او على كيس من اكياس التلاجة وتسيبيها لحد ما تبدأ الشوكولاتة تمسك. برضو اي شوكولاتة زايدة هتخرجيها. هتكملي طبعا نفس الطريقة دي مع كل الكوجك اللي عندك لحد ما تخلصي كل الكمية، وهتدخليه التلاجة يبدأ ان هو يتماسك. طبعا الكوجك طبعا من الحاجات الشتوية، فممكن برضو تلاقي ان هو كل ما يكون الجو عندك ساقع هتلاقي ان هو الشوكولاتة مسكت عليه اسرع. هخلص كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. ودلوقتي هنيجي نشوف الشكل النهائي للكوجك بتاعنا. دي كانت الوصفة النهائية وده كان الشكل النهائي للكوجك بتاعنا القمر. دي كانت وصفتي. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.